شفت وصلت بينا لفين يا اسماعيل باشا؟ كلاكيت تاني مرة. بعد بعثة كييف لقى اسماعيل ان الديون زادت قوي عليه والديانة مبهدلين الدنيا وعايزين فلوسهم. فقال لهم خلاص اعملوا اللي يرضيكم. قالوا له صندوق الدين، قال لهم اللي تشوفوه. واتعمل صندوق الدين اللي كان بيديره الاجانب، فكانت مهمته اخر كل شهر يروح للحكومه يقول لهم سلام عليكم فلوس الشهر فين، ولو الحكومه معاها 10 جنيه ياخد الصندوق منهم على الاقل 5 جنيه يديهم للاجانب. وده خد بالك كان اقتراح فرنسي شيطاني. فكان الصندوق اول هيئه رسميه اوروبيه، خلي بالك اول هيئه رسميه عشان التدخل الاجنبي يبقى متغطي بشكل رسمي. انت كمان قول لي، شايف الديون فعلا كانت السبب للتدخل الاجنبي ولا كان في اسباب تانية؟ هستناك في الكومنتات. سلام.